اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. طبعا النهارده انا عامله مكرونه نجريسكو عشان قلت اعملها معاكم. انا كده جهزت العصاج اهو، اللحمه والفلفل العادي يعني اللي موجود عندك اعملي بيه الموجود. وهنا عندي اللهم صل على النبي، ده البشاميل اللي انا عملته على ايدي طبعا. بسم الله ما شاء الله، ده السمك بتاعه يا بنات. قلت اعملهم كده واخلص عشان ايه مغيبش عليكم. يلا بينا نسمي الله كده ونعمله. اول حاجة ندهن الصينية زيت علشان لما المكرونة تلاقيها كده عطية لون ذهبي كده من تحت، علشان بسم الله ما شاء الله. اول حاجة كده، بعد كده هنجيب كبش بشاميل الصينية كمان معانا عشان الجناب بتاعتنا يا ولاد. اللهم صل على النبي. الجناب بتاعتها تعمل ايه بقى؟ تدي لون ذهبي كده ايه دهنا الصينية. تمام. هنا نجيب البشاميل بتاعنا. انا هنا حطيت على حاجة عشان ايه ما تتلسعش المهم نجيب الموزاريلا نطلعها من بره. بسم الله الرحمن الرحيم. كبشة بشاميل في القعر كده شوية. البشاميل زي يعني بصوا بسم الله ما شاء الله. هنا انا حاطه نص البشاميل المكرونه معايا، نص المكرونه وحطيت لها غرقتها بالبشاميل. بص ايه المكرونه بسم الله. كله بقى معاكم هنا بسم الله ما شاء الله. ونجيب هنا معانا بسم الله الرحمن الرحيم المكرونة زي ما شايفين كده. هنحط النص الثاني برضه على نفس الطريقة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هينفع اجيب لها الشوكة. المكرونة يا بنات اللي هي النجريسكو دي، النجريسكو نعمل فيها ايه؟ ما نحطهاش نوزعها كده عشان هنجيب معانا. ما نكترش عليها بشاميل دي بس عشان ايه لما تتقطع كده تبقى باينة، يعني مش تبقى زي الحتة واحدة كده. وفي حاجة عليكم كمان تحطي معلقة زيت تقلبي بيها المكرونة قبل ما تحطي عليها البشاميل عشان ما تبقاش معجنة. تمام كده احنا خلاص كده. نحط هنا المكرونة بتاعتنا برضه البشاميل ايه مش هنكتر زي ما اتفقنا عشان ما تتعجنش معانا. تبقى هي مغرقة كده من الصوص بتاع البشاميل وتبقى جميلة. نجيب معانا اللحمة بتاعتنا
يا حبيبي يا الله. نجيب معانا كده سهل سهل خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللحمة هنا 0.5 كيلو من اللحمة المفرومة المعصرة. بتحطي البصلة والبهارات بتاعتك وأي لون أي فلفل عندك. لو ما فيش ألوان مش مهم، ما اشترطش يعني. اللحمة بسم الله ما شاء الله، هو يعني أكتر شوية زيادة عن النص بصراحة. لحمة زيادة عن النص. ثواني كده هنشوف مع بعض، نشوف حاجة وجديدة. هنحط هنا حبة جبنة معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لما تطلع كده وهي سخنة ممكن معانا تبقى حاجة حلوة. هنحط برضو على الوش بس بعد ما تاخد لها سنة نص سوا يعني. بعد ما تاخد نص سوا معانا. هنا معانا المكرونة. هي مش نافعة المعلقة بصراحة، خلينا نعملها كده زي الكنافة. هي أنا حطاهم حتة واحدة أصلا، ما يتكسرش. هو ده دي ما تتكسرش. يا رب. فيديوهات يلا حكيتها على الله. معلش عشان ايدي كل الكلامية بتاعتي هينزل فيهم. عايزة اوسع لهم اخليهم مستوية يعني كده ايه. الباقي نعمله بطريقة صغيرة. طبعا حبايب قلبي هنا معايا، بصوا ما شاء الله حطيت قشطة كده.
نحط معلقة السمنة كمان معانا. دي قشطة صالحة ولسه. أنا بجيب اللبن وأغليه وأحط منه القشطة تتغلي. نجيب كمان معانا السمنة والزبدة. بس كده تكون خلصت المكرونة بتاعتنا. خلصنا المكرونة البشاميل ونحطها في الفرن يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معايا سمنة بلدي. أنا ما صورتش معاكم المرة دي بقى. بصوا بسم الله ما شاء الله، شوفوا الجمال، شايفين ما شاء الله الترميلة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دي سمنة بلدي، أنا عملتها كلها بالسمنة البلدي. خلي بالكم العصار بسمنة بلدي والبشاميل برضو يعني صينية بشاميل اللي تستاهل بقكم يا ولاد. كده عشان تدخل لما تخش الفرن وتغلي كده تبدأ في السوا، وفي حاجة هتخش كده في الجناب ده. نعمل كده لما تغلي كده، لو أي سمنة ولا حاجة هتنزل في الجناب كده. حكاية حلوة دي صح؟ وهي تاخد يعني على السوا، خلي شوية كده يعني زي 5 دقايق على السوا بتاعها، واروح حاطة لها الجبنة الموزاريلا على الوش. اجيب منديل انضف الحروف بتاعتها بقى. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا. يلا بينا على الفرن، نحطها في الفرن كده وزي الفرن. بس كده يا حبايبي. طبعا حبايب قلبي كده خلصنا المكرونة زي ما شايفين كده. حبة الجبنة دول كده عشان بدي مطة معانا تبقى جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه رأيكم؟ عاوزاكم تقولوا لي رأيكم كده في الكومنتات، واشتراك على قد ما تقدروا يا حبايب في القناة. الله يبارك لكم. القناة بتاعتي بدأت تخسع شوية، قصدي تبطأ، مفيش يعني المشتركين شوية والمشاهدين حلوين، فياريت شير على قد ما تقدروا يا حبايب. بس كده ايه رأيكم بقى؟ الجبنة دي هتسيح وتعمل شغل جامد. بس بينا نودوها الفرن تاني. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم يا ولاد؟ الجبنة ساحت بقت فل ما شاء الله تبارك الرحمن. مع بعض كده يا حبايب قلبي. بس تهدى المكرونة كده عشان هي وسخنة، مش هينفع نيجي ناحيتها بالسكينة. بس ان شاء الله ما شاء الله هي بصراحة حلاوتها هي الجبنة
سايحة كده وجميلة. رأيكم نقدم مكوناتنا معاكم وخلاص. بس كده يا قلبي، بس كده يا حبايب قلبي، حتة كده على خفيف. نحط الطبق ده الصغير كده. يا حبايبي نجيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم ناخد من الحرف كده؟ بسم الله. الله تبارك الرحمن. بصوا بقى الجبنة عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. جميلة حلوة، تحفة 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 يا ولاد، تحفة. بسم الله ما شاء الله. كل ده أنا عاوزاها تطلع قطعة واحدة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي هنا رايحة فين؟ تعالي هنا رايحة فين بقى؟ يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي هنا. فك مني بقى، أعمل إيه بقى؟ أعمل إيه؟ تبارك الرحمن. معلش يا ولاد، هي سخنة زي ما انتوا شايفين. بصوا مولعة، بس هي حلوة تتاكل كده عشان الجبنة بتاعتنا اللي بتمط دي جميلة. الله بسم الله ما شاء الله. هي بصراحة جميلة جميلة جميلة، تحفة والله تحفة. تستاهل بقكم وهي سخنة كده. عايزة أقولكم بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم يا ولاد؟ ايه رأيكم كمان يا ولاد؟ المكرونة من الوسط. بصوا بسم الله ما شاء الله. والمكرونة يعني بصوا ما شاء الله ما شاء الله. بصراحة مش محتاجة كلام. هي كمان لما تبرد هتطلع بصوا يعني اللحمة هتبقى باينة في النص والكلام ده كله. أنا بس استعجلت عشان الجبنة الحلوة دي بتاعتنا على بيتنا، فقلت إيه بقى؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه رأيكم حبايب قلبي؟ تعالوا نشوف كده مع بعض، شوفوا المطة كده والجمال. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. تبارك الخلاق في خلق. بصوا الجبنة سايحة ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا
شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. بصوا، ايه رأيكم يا ولاد؟ والمكرونة بتاعتنا بصوا بسم الله ما شاء الله، تبارك الخلاق. ايه رأيكم؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا معانا يا حبايبي، اتفضلوا معانا يا حبايبي. بصوا، ايه رأيكم يا ولاد في المكرونة؟ بس هي عشان سخنة. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا اللحمة فيها يعني مغرقة لحمة كده، ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليها. بس عشان سخنة أنا ممكن كنت سبتها شوية، بس أولادي عاوزين يتغدوا بالصبر مش عاوزين يستنوا. ايه رأيكم؟ بصوا على الجبنة بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه رأيكم يا ولاد؟ اتفضلوا معانا. والله العظيم طعمها تحفة. أنا قلت عشان الجبنة سايحة أغرف معاكم دلوقتي، وهي أصلا ما تتاكلش إلا سخنة. المكرونة دي بالذات يعني ممكن تتاكل بس لما تقعد شوية. ما شاء الله. ما شاء الله. بصوا ما شاء الله. شايفين كده؟ جبنة رومي ما شاء الله. حطينا جبنة برضه زي ما شفتوني، ومع بعض كده يا حبايب قلبي بحفظ الله ورعاية الله. مع ألف ألف سلامة يا حبايب قلبي، في حفظ الله ورعاية الله. وكده نكون خلصنا المكرونة البشاميل بتاعتنا. نجرسكم وتفضلوا معانا يا حبايب قلبي، في حفظ الله ورعاية الله تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم؟ عاوزاكم تقولوا لي رأيكم، وشيروا القناة على قد ما تقدروا يا ولاد، علشان يا رب كده تعجبكم. أتمنى تعجبكم المكرونة كده. بسم الله ما شاء الله، في حفظ الله ورعاية الله يا حبايب قلبي، ومع ألف ألف سلامة، وأشوفكم على خير. مع السلامة.